بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة يا شباب ان شاء الله هنتكلم مع بعض او هنتعرف مع بعض على الرسالة الاخيرة الخاصة باليوتيوب، واللي تقريبا اتبعتت لناس كتيرة من حضراتكم، وكتير من حضراتكم حابب يعرف ايه معنى الرسالة دي او ايه المقصود من الرسالة دي. وزي ما انتم شايفين دلوقتي على الشاشة، هي دي الرسالة اللي احنا بنتكلم عنها، واللي بتقول تقديم شهادة ذاتية. يعني ايه تقديم شهادة ذاتية؟ على فكرة الموضوع ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن الموضوع ده ما كانش متاح لكل القنوات. يعني كان في قنوات معينة هي اللي متاح عندها الميزة دي. حاليا تقريبا الميزة أصبحت متاحة لكل القنوات، ولكن القنوات اللي مفعلة الربح. المهم، ايه معنى الرسالة دي او ايه المقصود من الرسالة دي؟ طبعا دلوقتي حضراتكم عارفين ان انت لما بتيجي ترفع فيديو على القناة بتاعتك، لو الربح مفعل على القناة، المفروض ان علامة الدولار اللي بتكون جنب الفيديو بتكون باللون الاخضر. ده معناه ان الفيديو بتاعك تمام ومفيش فيه اي مشاكل، وان الاعلانات بتظهر على الفيديو بتاعك بشكل طبيعي. ولكن في بعض الاحيان بتلاقي ان علامة الدولار دي بدل ما هي باللون الاخضر بتلاقيها باللون الاصفر، ومعنى كده ان الفيديو بتاعك فيه مشكلة، وان الاعلانات مش بتظهر على الفيديو بتاعك او بتظهر بشكل ضعيف جدا جدا. وطبعا زي ما قلنا برضو اللي بيتحكم في الموضوع ده هي اليوتيوب او البرمجيات الخاصة باليوتيوب. هنا اليوتيوب بدأت تحس بالمشكلة دي، وبدأت تتيح لينا ان احنا نفسنا اللي بنقيم الفيديوهات بتاعتنا. يعني حضرتك وانت بترفع الفيديو على القناة، انت اللي بتحدد اذا كان الفيديو بتاعك سليم ولا الفيديو بتاعك مش سليم. هيجي واحد هنا يقول طب ما هي بسيطة، اي فيديو عندي ارفعه على القناة اعمله سليم اعمله سليم. هقول لك لا، اليوتيوب لو اكتشفت ان انت بتشتغل بشكل غلط او ان انت بتحاول انك تخدع اليوتيوب، هنا بعد فترة بتبدأ تعتمد على الخوارزميات بتاعتها مرة تانية، وممكن الموضوع يتطور وتلاقي ان الربح توقف من على القناة. يعني ايه برضو؟ يعني المفروض لو في اي مشكلة في الفيديو بتاعك انت تقول عليها بنفسك. يعني اليوتيوب بتقولك احنا خلاص خلينا الموضوع راجع ليك انت، او انت اللي بتتحكم في الموضوع ده، بس عايزين بقى حضرتك تدينا تفاصيل حقيقية أو تدينا معلومات حقيقية. الموضوع يمكن يكون غامض شوية، ولكن دلوقتي لما نروح لجهاز الكمبيوتر ونبدأ نتكلم بشكل عملي هتلاقوا إن الدنيا واضحة جدا وإن الفكرة واضحة جدا. فيلا بينا على طول لجهاز الكمبيوتر علشان خاطر نبدأ نتعرف على كل التفاصيل. أهلا بيكم يا شباب مرة تانية. وزي ما انتم شايفين هي دي الرسالة اللي احنا بنتكلم عنها، واللي زي ما قلت اتبعتت لناس كتيرة من حضراتكم. طيب احنا دلوقتي عايزين ناخد شرح عملي عن معنى الرسالة دي. اول حاجة يا شباب، طبعا حضرتك لما بتحتاج انك ترفع فيديو على القناة بتاعتك بتدخل عادي على استوديو منشئ المحتوى، وبتبدأ تضغط على الايقونة دي، وبعد كده بتبدأ تختار الفيديو اللي انت عايز ترفعه على القناة. فانا مثلا هروح اجيب الفيديو ده علشان خاطر ارفعه على القناة. اول ما بنرفع الفيديو بيظهر لنا زي ما انتم شايفين كده مجموعة من الخيارات فوق هنا، التفاصيل اللي انت بتكتب فيها العنوان والوصف والكلمات المفتاحية والصورة المصغرة والكلام ده كله. انا اللي يهمني من مجموعة الخيارات دي كلها، هنلاقي فوق هنا مكتوب لي مدى ملائمة الفيديو للإعلانات. بنبدأ نضغط عليها، وطبعا بكرر الميزة دي مش بتظهر إلا فقط للقنوات اللي مفعلة الربح. المهم يا شباب زي ما انتم شايفين بيقول لك مدى ملائمة الفيديو للإعلانات. بيبدأ يسألك عن بعض الأسئلة اللي تخص الفيديو بتاعك. بمعنى إيه؟ يعني لو نزلنا تحت كده شوية يا شباب، هنا بيقول لك مدى ملائمة الفيديو للإعلانات. هل يحتوي الفيديو أو عنوانه أو وصفه أو كلماته الرئيسية على أي مما يلي؟ يعني لو الفيديو بتاعك نفسه أو عنوان الفيديو أو الوصف الخاص بالفيديو أو حتى الكلمات المفتاحية أو الصورة المصغرة بتاعة الفيديو
فيها اي حاجة من الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دي، يبقى لازم انك تختارها. تمام. اول حاجة بيقول لك لغة غير ملائمة. يعني ايه؟ يعني نفترض ان في بعض الفيديوهات كده بتلاقي صاحبها بيستخدم بعض الالفاظ الخارجة او بعض الالفاظ اللي هي بتكون بلس 18. فلو الفيديو بتاعك فيه اي حاجة من الحاجات دي لازم انك تختارها او لازم انك تعلم عليها. الحاجة التانية، لو الفيديو بتاعك فيه حاجة للبالغين او انت بتتكلم عن حاجة خاصة بالبالغين، او حتى الصورة المصغرة ممكن تكون بتستخدم صورة مصغرة يعني خارجة شوية او فيها حاجة للبالغين فقط، برضو لازم انك تختار المحتوى ده. المهم بتبدأ تشوف لو في اي حاجة من الحاجات دي موجودة في الفيديو بتاعك لازم انك تختارها. طيب زي ما قلنا قبل كده، لو انا عملت نفسي ناصح وقلت لا الفيديو بتاعي سليم ومفيش فيه اي حاجة من الحاجات دي، مرة واثنين وثلاثة اليوتيوب هتبدأ تكتشف الموضوع ده، وبعد كده هتبدأ تديك مخالفة. وزي ما قلنا مع الوقت ممكن الربح يتوقف من على القناة بتاعتك بشكل كامل. وخلي في بالك اليوتيوب مش دايما بتعتمد عليك، لا اليوتيوب بتراجع بنفسها، وهوريك دلوقتي. يعني خلاص انا دلوقتي الفيديو بتاعي ما بشرحش فيه او مش بتكلم فيه عن اي حاجة من الحاجات دي، فبضغط لا شيء مما سبق. ممتاز. اول ما ضغطت على لا شيء مما سبق هنا جايب لي ان الفيديو بتاعي مناسب لعرض الاعلانات عليه. طيب لو انا شلت العلامة دي واخترت مثلا اي حاجة من الحاجات دي، او لو اخترت اي حاجة من الحاجات دي، شوف هنا هيقول لك ايه؟ اعلانات محدودة، اعلانات محدودة. طيب لو انا نزلت عملت تاني كده هلاقي ان الاعلانات بتظهر على الفيديو ده. زي ما قلت الموضوع ده كان شغال من زمان على بعض القنوات، حاليا اصبح متاح لكل القنوات. فانا بالنسبة لي لو ضغطت على عرض التقييمات هنا، انا ليه بضغط على عرض التقييمات؟ عشان خاطر اعرفك ان اليوتيوب من فترة للتانية بتراجع الفيديو بتاعك بشكل يدوي. يعني هي مش بتعتمد عليك بس او مش بتعتمد على الكمبيوتر بس، لا ممكن ان الفيديو بتاعك يتراجع بشكل يدوي، وساعتها لو اكتشفوا حاجة ممكن يسبب لك خطر في القناة او ممكن يسبب لك مشكلة في القناة. انا لو ضغطت على عرض التقييمات هنا هيبدأ يجيب لي التقييمات اللي قبل كده اهو، زي ما انتم شايفين يا شباب. الفيديو ده اتراجع ولكن من الكمبيوتر، الفيديو ده اتراجع ولكن من كمبيوتر، الفيديو ده اتراجع من كمبيوتر. اتراجع من كمبيوتر يعني ايه؟ يعني البرمجيات الخاصة باليوتيوب هي اللي راجعت الفيديو. هننزل تحت كده شوية، ننزل ده فيديو زي ده، زي ما انتم شايفين تم مراجعته يدويا. يعني ده بقى في شخص حقيقي او في انسان هو اللي راجع الفيديو بتاعك. الفيديو ده برضو اتراجع بشكل يدوي، الفيديو ده اتراجع بشكل يدوي، الفيديو ده اتراجع بشكل يدوي، اتراجع بشكل يدوي. فمرة واثنين وثلاثة لما بيراجعوا الفيديو بتاعك بشكل يدوي وبيلاقوا ان الفيديو بتاعك سليم ومفيش فيه اي مشكلة، هنا خلاص بتبدأ تاخد ثقة او بتبدأ تكتسب ثقة اليوتيوب. ولذلك هو هنا بيقول لك ايه؟ احسنت، يبدو انك ملأت هذا الاستبيان بدقة لفيديوهات سابقة، نتيجة لذلك سنعتمد على تقييمك لمساعدتنا في تحديد ما اذا كانت فيديوهاتك موافقة مع ارشادات المنتدى. يعني مرة واثنين وثلاثة لما بيراجع الفيديوهات بتاعتك ويلاقيك ان انت فعلا بتديهم معلومات صحيحة، بيبدأ ياخد ثقة فيك وبيبدأ يعتمد على المراجعة بتاعتك. طيب انا ما اعرفش اذا كان الفيديو بتاعي فعلا فيه حاجة مخالفة ولا لا، يعني المعلومات دي كلها غريبة عني او انا ما عنديش فكرة عن المعلومات دي كلها. اعمل ايه في الحالة دي؟ هتيجي في النهاية خالص هنا يا شباب وبنختار الفيديو بتاعنا غير مدرج، وبسيبه ساعة او ساعتين بعد ما يخلص تحميل. يعني بعد ما بيخلص تحميل بالكامل هنا بعمل الفيديو بتاعي غير مدرج وبسيبه ساعة او ساعتين، او لو تقدر تسيبه يوم بالكامل مفيش مشكلة. طب ليه؟ عشان خاطر في الفترة دي لو في اي حاجة او لو في اي مشكلة في الفيديو بتاعي يبدأ يراجعه قبل ما اعمل له نشر، علشان خاطر ما اخسرش الارباح اللي بتيجي على الفيديو. لان احنا عارفين اول ساعة او اول ساعتين من نشر الفيديو دي اكتر مدة بيجي عليها مشاهدات، فانا مش عايز اخسر المشاهدات دي، فبالتالي اعمل الفيديو بتاعي غير مدرج لما يتراجع، وبعد كده ابدأ احول الفيديو بتاعي لعالمي. وتقدر برضو لو انت شاكك في اي حاجة من الحاجات دي، يعني نفترض ان انت شاكك في اي حاجة من الحاجات دي، تقدر انك تعلم على الحاجة اللي انت شاكك فيها وتبدأ انك تطلب مراجعة. يعني مثلا
انا شاكك ان ممكن الفيديو بتاعي يكون فيه محتوى للبالغين، يبقى ببدأ مثلا احدد محتوى للبالغين، او ابدأ اختار الحاجة اللي انا عايز اختارها. وبعد كده لما الفيديو بتاعي يبقى غير مدرج، اقدر ان انا اعمل له مراجعة، او اقدر ان انا اطلب مراجعة يدوية للفيديو بتاعي. طيب لو الفيديو بتاعي سليم زي ما اتفقنا، خلاص هختار لا شيء مما سبق، وباجي هنا في مستوى العرض بعمله غير مدرج. لما اليوتيوب تراجعه، او لما اتاكد ان خلاص الفيديو بتاعي تمام وان علامة الدولار باللون الاخضر جنب الفيديو بتاعي، ساعتها ابدأ انشر الفيديو بتاعي، او ابدأ احول الفيديو بتاعي من غير مدرج لعلني. ويبقى انا في الحالة دي قدرت ان انا اقيم القناة بتاعتي او اقيم الفيديوهات بتاعتي بشكل سليم. وحتى لو فيه مشكلة في الفيديو بتاعي اقدر ان انا احلها قبل ما انشر الفيديو، علشان خاطر زي ما قلنا ما اخسرش المشاهدات وما اخسرش الارباح اللي بتيجي على الفيديو بتاعي. فهو ده فيديو اليوم، وده المقصود من الرسالة اللي اتبعتت لي الايميلات بتاعتنا، او اللي اتبعتت على الايميلات بتاعتنا. اتمنى اكون افدتكم من خلال حلقة النهاردة. اتمنى في الختام الخير والتوفيق لكل الناس. لو حد من حضراتكم عنده اي سؤال خاص بحلقة النهاردة يقدر ان هو يكتبه من خلال التعليقات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.